بصوا يا جماعة، شكل السمك بتاعنا بعد ما خلص ازاي اتشوى. شكله حلو قوي، طعمه جميل. وادي رز الصيادية اللي احنا عملناه مع بعض، وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء. تعالوا بقى نشوف الجمال ده اتعمل معانا ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني تابعوني على قناة حير الطبخ. ما تنسوش اللايك والشير. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. انا معايا السمكة دي، في ناس بتقول عليها سمكة الشوكة العريضة. هي ده شكلها زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة اسيبها ببطنها، معلش الكاميرا ما خدتش بالي منها فكانتش مبينة قوي انا قطعتها منين، بس هي دلوقتي بانت اهي. هبتدي اطلع كل اللي في بطن السمكة زي ما انتوا شايفين كده من تحت الراس. هطلع كل حاجة فيها، وهاجي تحت المية وابتدي ادخل المية جواها واغسلها. بس وانا بعمل الخطوة دي ابقى حريصة ان انا ما بطريش لحم السمكة معايا. بصوا كده بغسلها غسيل جيد. وهنا كانت عندي الفرشة بتاعت اللي هي فرشة السنان، بس دي مخصصة للسمك. انا جايباها انضف بيها السمك مخصوص زي ما انتوا شايفين كده. بدخلها واغسل بيها سلسلة السمكة من جوه، انضفها تنظيف حلو قوي. بصوا ازاي ما شاء الله جميلة. هعمل كمان واحدة معاكم زي ما انتوا شايفين اهوت. برضو فتحتها من عند الراس كده، وابتديت ادخل ايدي فيها واطلع البطن اللي جوه بتاعت السمكة. برضو مسكت الفرشة وغسلت بطن السمكة او السلسلة زي ما انتوا شايفين. طيب بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي اعمل ايه؟ هحط بقى عليها شوية مية وابتدي انقع السمكة ديت في ايه، في حاجة بسيطة قوي بس بتطلع لي زفرة السمك. هي الكمون والليمون. الكمون بيطلع زفرة السمك بطريقة فظيعة يا جماعة. اهوت زي ما انتوا شايفين، مسكت واحده واحده وحاولت ان انا ادخل الليمون جواها عشان يشيل الزفار. ورحت حاطه معلقه من الكمون، وحاولت ان انا ادخل الميه اللي فيها الكمون والليمون ديت جوه بطن السمك كله. هسيبه بقى يتنقع في الخلطه دي لغايه اما اشوف انا هتبلها بايه. التتبيله بتاعتي عباره عن ايه؟ عن عود من الخضار زي ما انتوا شايفين، وطماطمايه، بصلايه، جزرتين، عودين من الفلفل، اي نوع فلفل، فلفل اخضر، فلفل الوان. طبعا الليمون معايا اساسي. التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وكمون. انا ضربتها في الكبة ضربة سريعة لان انا عايزة الخلطة بتاعتي تبقى كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، متقطعة تقطيع كبير. هبتدي بقى احشي الخلطة دي جوه السمكة من جوه زي ما انتوا شايفين كده. هجيب معلقة وادخل بيها الخلطة دي جوه السمكة اهوت. هحشيها. بصوا هحشيها حشو كده. طبعا دي هتهيألي لحم السمكية نفسها من جوه بعد ما تتشوي يعني. خلاص كده. هعمل بقى السمك كله بنفس الطريقة، وبعدين هشويه. ممكن اللي عايز يشويه تحت الشواية في الفرن مفيش اي مشكلة. مش هشغل الفرن نفسه، هشغل الشواية وعلى الصاج وهحط السمكة وبس. كل شوية من وقت للتاني كده هتابع السمك واقلبه، يعني هو هيستوي تحت الشواية. مفيش شواية وعندي فرن، اعمله في الفرن على البوتاجاز زي ما بتشوا بقى براحتكم يعني. تمام. دي بقى بقية الخلطة اللي فضلت معايا، فانا هزودها شوية ملح وهزودها كمان ليمون لان السمك المشوي بيحب الليمون جدا. وممكن ازودها شوية مية للي عايز، مش عايز هي كده تمام قوي. وهحط كمان عليها شوية من الزيت. تبقى جاهزة معايا لما السمك يطلع معايا من الفرن احطها عليه. دلوقتي بقى نبتدي نعمل رز الصيادية مع بعض. انا دلوقتي حطيت زيت لما سخن معايا، حطيت البصل بقى في الزيت السخن دوت. وتقطيع البصل عندي بيبقى بأي شكل انا عايزاه. هستنى عليه لما يحمر بالطريقة دي. هو ده مش محروق معايا، هو ده المفروض اللون اللي يوصل له. وعشان اعزز اللون كمان بحط الكمون هنا في المرحلة دي. بعد كده انا غسله الرز بتاعي حطيته، وهحط الملح وهزود الميه. ويا ريت الميه لما احطها تبقى مغليه، بتخلي معايا سوى الرز احلى واحلى كمان. طبعا ايه، هظبط الميه. كل كوبايه رز ليها كوبايه ميه في الرز المصري العادي. طبعا كل واحد عارف الرز اللي بيجيبه، فايه ايدينا بتبقى مظبوطه بالظبط على الميه اللي بنحطها. استنيت لما ابتدى يتشرب كده، وهقلبه تقليبه وههدي عليه وهسيبه. ده بقى يا جماعة شكل السمك بتاعي بعد ما اتشوى وحطيت عليه التتبيلة اللي فاضت مني. بصوا شكله حلو قوي ازاي. وده رز الصيادية اللي عملناه مع بعض. وطبعا دي السلطة الخضراء وسلطة الطحينة دي اللي احنا عاملينها برضو مع بعض في فيديو قبل كده. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم. ولو الفيديو عجبكم تنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.